خصال، وعي ذكر نضال، كفاح التباني، صرح الحضارة شال للمعنى الإنساني، صرح الحضارة شال للمعنى الإنساني. رجال عاشقوا التعلم. إعداد وتقديم محمد الأمين أحمد ضية. مونتاج والإخراج الزهرة منتدية. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، مستمعي إذاعة الجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم رجال عاشقوا التعلم. هذه الحلقة التي نتقفى فيها أثر العالم العامل والولي الكامل الشيخ محمد فاضل والمامين. فمن هو ضيف هذه الإطلالة؟ ومن هم شيوخه وتلامذته؟ وما هي أبرز مؤلفاته وكراماته؟ أسئلة ضمن أخرى نحاول الإجابة عليها في إطلالتنا هذه، فلا تذهبوا بعيدا. نسبه ومولده ونشأته. هو القطب الأعظم والشيخ الأكرم، أبو الأولياء والعلماء والمجاهدين والصالحين، مؤسس الطريقة الفاضلية الشهيرة، الشيخ محمد فاضل بن محمد الأمين مامين علما، ابن الطالب خيار، ابن الطالب محمد أبو الأنوار، الملقب الصوفي، ابن الجه المختار، ابن الطالب الحبيب، ابن الطالب أهله، ابن السيدي محمد، ابن السيدي يحيى الصغير، ابن السيدي علي، ابن شمس الدين، ابن يحيى الكبير، ابن السيدي محمد، ابن السيدي عثمان، ابن مولاي أبي بكر، ابن السيدي يحيى، ابن مولاي عبد الرحمن، ابن مولاي أران، ابن وتنان، ابن جملان، ابن مسعود، ابن مولاي عيسى، ابن مولاي عثمان، ابن مولاي إسماعيل، ابن مولاي عبد الوهاب، ابن مولاي يوسف، ابن مولاي عمر، ابن يحيى بن عبد الله، ابن مولاي أحمد، ابن إدريس الأصغر، ابن إدريس الأكبر، ابن عبد الله الكامل، ابن الحسن المثنى، ابن الحسن الصبط، ابن سيدنا علي بن أبي طالب، وابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة الزهراء. ينتهي نسبه إلى بيت النبوة، وأما والدته فهي خديجة بنت الطالب بكر اللمتوني. ولد بولاته في الحوض الشرقي يوم الأحد في 27 من شعبان عام 11 بعد 200 للهجرة، الموافق 26 فبراير من عام 97 700 وألف. قال ابنه الشيخ محمد تقي الله وشيخنا الفاضل نجل مامين ولد عام أيرش يا سامعين من بعد هجرة النبي المصطفى صلى عليه ربنا وشرفه. ونشأ الشيخ محمد فاضل في أحضان أمه التي كانت من أخشى الناس وأتقاهم، فيذكر عنها أنها كانت لا تتكلم إلا بسبحان الله، كما ذكر العلامة الطالب بكر المحجوب الولاتي في كتابه الفتح المبين على مناقب الشيخ محمد فاضل ابن مامين. ويضيف المحجوبي فلما بلغ 5 سنين أتيا به، أي والداه أتيا به إلى المكتبة عند المختار بن بابك، فحفظ كتاب الله في مدة قليلة، وكان يكتب بيده في لوحه حزبا في أول النهار ويحفظه، ثم يكتب آخر النهار حزبا آخر ويحفظه بمجرد نظره في اللوح. وإذا أخذ المعلم لوحه لم يجد ما يصلحه فيه، ثم حفظ في تلك المدة بعض الكتب وقصص الأنبياء وسيرهم وآثار الصالحين. فلما بلغ 9 سنين تتلمذ على أبيه مامين وباعه، فعلمه الأسرار والحكم، وكان لا يغفل عن الذكر بلا إله إلا الله، وكان الصبيان يلقبونه بصاحب لا إله إلا الله. فلما بلغ 15 سنة أجازه أبوه وأعطاه عمامته وقال له اذهب حيث شئت، فذهب إلى ابن عمته طالب بن الحسن وقرأ عليه رسالة ابن أبي زيد في زمن قليل، ثم ذهب إلى شيخه سيدي المصطفى بن عثمان بن الكيحل. وقد أخذ الشيخ سيدي المصطفى بن الكيحل عن العلامة سيد عبد الله الحاج إبراهيم، وقد أتم الشيخ محمد فاضل عنده المختصر في 2 شهرين حفظا، كما في الضياء المستنير في كرامات الشيخ محمد فاضل وللشيخ مامين للعلامة محمد فاضل وللحبيب الذي ألفه في حياة شيخه الشيخ محمد فاضل. مكانته العلمية بشهادات المعاصرين والمؤرخين.
وصف العلامة الطالب بكر المحجوبي في كتابه الفتح المبين ما كان عليه الشيخ محمد فاضل من عبادة وتحنث وحسن سلوك ومكارم أخلاق، فقال: اعلم وفقنا الله وإياك لما يرضاه أن الشيخ محمد فاضل علمه الله القرآن يرضى برضاه ويغضب بغضبه، وكان حسن الخلق والخلق، لا يواجه أحدا بما يكره ولا يراه أحد إلا أحبه، وكان إذا أحرم في الصلاة يسمع أزيز قلبه كأزيز المرجل من شدة الخشوع، لا يسمع قراءته أحد إلا خشع قلبه واتعظ، وكان يقرأ قراءة مرتلة لو شاء العاد أن يعد حروفها لفعل، وكان أوجز الناس في الصلاة مع التمام، وكان يقرأ في غالب أحواله في صلاته بسورة قريش والفلق، وكان إذا صلى الصبح جلس في المسجد متوجها إلى القبلة عاكفا على الأذكار، لا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد حتى تطلع الشمس، ثم يتنفل، فحينئذ يسوغ تكليمه لأهل الحاجة. وكان إذا صلى العصر جلس في بيت خلوته ولا يأتيه أحد في ذلك الوقت عاكفا على أوراده حتى تغرب الشمس. وكان إذا صلى المغرب أقبل على صلاة النافلة حتى يصلي العشاء. وكان إذا صلى العشاء ذهب إلى بيته لأمر الضيافة، وكان يقوم بالقرآن يرتله ترتيلا، وكان قليل النوم في الليل، وكان كثير الصيام، وكان أكثر الناس احتياطا في أمر دينه مع اتباع السنة في أموره، وكان سخيا من الأسخياء يصل القريب والبعيد بمعروفه، وقد جبله الله على الأخلاق الفاضلة، وكان كثير المجاهدة لنفسه. وقوله وما رآه أحد إلا أحبه تلك سمة أبقاها الله في عقبه مع ما أبقاه فيهم من علمه وصلاحه وفضله. قال المختار الحامد: متى ترى من بني مامين شخصا سمحت له بممحوض الوداد، ترى نور الهدى في الوجه منه فتنبعث المحبة في الفؤاد. تلامذته: تخرج على يد الشيخ محمد فاضل جم غفير من أهل العلم والصلاح، ظهر دورهم في كافة أرجاء الوطن وخارجه، ويظهر ذلك جليا في ابنه الشيخ ملعينين في الشمال الموريتاني والمغرب، وفي ابنه الشيخ سعد أبيه في منطقة ترارزة وفي السنغال، وفي تلميذه وابن عمه وسميه الشيخ محمد فاضل بن محمد بن عبيدي في منطقة أدرار، بينما استقر ابنه الشيخ سيد الخير في منطقة الحوض. ومن أبرز تلامذة الشيخ محمد فاضل من غير أبنائه العلامة سيدي عبد الله الميابة ومحمد فاضل العبيدي ومحمد فاضل الحبيب والسيدي المصطفى والمحمد الكاحل. فلقد كان الشيخ محمد فاضل بحرا مورودا وكهفا مقصودا، يؤمه الطلاب من كل نجد وغور، ينهلون من علمه وفهمه ويقتبسون من نوره وبركته، وكان يربيهم بمقتضى الكتاب العزيز والسنة النبوية، ويأمرهم بالإكثار من ذكر الله تعالى ويحضهم عليه، وبمجاهدة النفس للتربية والسلوك، وبذلك تنال المقامات وعلو الدرجات. وعلى هذا الطريق سار المشايخ من بعده. قال الشيخ تراد العباس وللشيخ الحضرامي وللشيخ محمد فاضل والمامين: نيل الوصول بلا جد ولا تعب ولا بشيخ ولا زهد ولا أدب ولا بمهيع، خير العجم والعرب هذا لعمرك محض الزور واللعب. مؤلفاته: وللشيخ محمد فاضل اليد الطولى في العلوم كلها، فقها وحديثا وقرآنا ونحوا ولغة ومنطقا وبيانا وغير ذلك. وكان علم العربية من أحب العلوم إليه، وألف نحو 50 أو 60 تأليفا، ومن تأليفه التيسير وفقه المنى والستر الدائم للمذنب الهائم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والتبيين للطالبين، ومطية المجد في التصوف، والتوضيح في علم العروض، وتأليف في علم الأصول، ومختصر على ألفية ابن مالك، ومنظومة في اللغة تزيد على 1000 بيت، وله شرح نفيس على منظومة الأخضري المسماه الجوهر المكنون، ومجموعة من النوازل الهامة، وقد نظم أسماء الله تعالى الحسنى 10 مرات كما ذكر في الفتح المبين، وكتابه الهيللة في شرح معاني كلمة التوحيد. طريقته ومنهجه الاجتهادي في فتاويه. طريقة الشيخ محمد فاضل والمامين هي طريقة القادرية، وقد أسس طريقة عرفت باسمه، هي الطريقة الفاضلية، التي تعتبر من أكبر شعب الطريقة القادرية في أرض شنقيط، وكان مجددا في التصوف، فهو كما قال عنه الطالب بكر المحجوبي: أحيا طريقة الشاذلي والشبلي في أرض الحوض بعدما ماتت، فهو شيخ الحقيقة ومنار الطريقة، كالجنيد في عصره والشبلي في دهره والشاذلي في دوره.
منهجه الاجتهادي في فتاويه. يشكل استنباط الشيخ محمد فاضل من الكتاب والسنة ملمحا بارزا في فكره ونهجه. نجده يشيد فتاويه على أساس منيع من الكتاب والسنة، ويبدو مطلعا اطلاعا وافيا على التفاسير وكتب الحديث وشروحها، وقد احتج بنصوص الكتاب وبأقوال المفسرين في الكثير من فتاويه. ومن أمثلة ذلك برسالته سيف المجادل، وهي جواب عن سؤال موجه إليه عن معنى الهيللة وما يتدبره قائلها، وهل الذكر بها أفضل أم بالتجريد بالاسم، وهل هي أفضل العبادات أم فيها ما هو أفضل منها، وهل الجهر بها أفضل أو الإسرار، حيث استدل المامين على تفضيل الذكر على سائر الأعمال بقوله تعالى: اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. واستدل بأن الله اشترط فيه الكثرة ولم يشترط ذلك في سائر الأعمال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وقال أيضا: والذاكرين الله كثيرا. وقال أيضا: فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال أيضا: فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. وقال: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. واستدل بقول ابن عباس: لم يفرض الله تعالى لعباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما، ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر، لأنه لم يجعل له حدا ينتهي إليه، ولم يعذر أحدا في تركه إلا مغلوبا على عقله، وأمرهم بذكره في الأحوال كلها. فقال جل من قائل: فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أي بالليل والنهار وفي البر والبحر وفي السفر والحضر والغنى والفقر والصحة والسقم والسر والعلانية والغضب والسرور وعلى كل حال. كما استدل على فضل تجريد الاسم للمريد في البداية والنهاية عند بعض القوم بما قاله ابن جزي في تفسيره عند قوله تعالى: فاذكروني أذكركم. واستدل على أفضلية الجهر بالذكر عند القائلين بذلك بقوله تعالى: فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد امتد أثر هذه الفتوى إلى السنغال عن طريق ابنه وتلميذه الشيخ سعد أبيه، فقد ألف كتابا يسمى بكشف اللبس عن المسائل الخمس، وكان من بين تلك المسائل الجهر بالذكر ومشروعيته، وكان جوابه متماشيا مع جواب شيخه، كما أن من بين هذه المسائل مشروعية استعمال الأسماء الأعجمية بالدعاء والرقية. كراماته وكشوفاته. ظهرت على يد الشيخ محمد فاضل الخوارق العجيبة والمكاشفات الغريبة، وله كرامات عديدة، ومن أعظم كراماته أن أعطاه الله 100 من الولد، 53 من الذكور و47 من الإناث، فأصلحهم له جميعا ذكورا وإناثا، وجعلهم علماء أتقياء، وسخر لهم المخلوقات، فلم يضع أحد منهم قدمه في أرض إلا ووضع له القبول في قلوب أهلها، وكان له أتباع كثيرون. وفي كتابي الضياء المستبين والفتح المبين جمل من ذلك. ففي الفتح المبين: وكان يوما بعد العصر جالسا في مكان بعيد من الناس معتكفا على أوراده، حتى سمع صوتا عظيما كالرعد، ورأى شخصا فظيع الخلقة أكبر قدرا من الجبل على نحو صورة السلحفاة قد سد الأفق كأنه يريده. فلما رآه قال له: يا بني، لو كنت أخاف غير الله لخفت من ذنوبي، لأنها أكبر منك وأفظع وأقبح وأحق أن أخاف منها. ثم رده الله خاسئا وحرقته النار ومات بين يديه. وفي الضياء المستنير: ومن ذلك ما وقع في بدء أمر الشيخ، فقد ثبت عندي بالتواتر أن شخصا أخذ لهم كبشا يريد ذبحه، فقال له الشيخ: والله لئن ذبحته لا يسبقك للموت، فذبحه فما رفع السكين حتى وقع ميتا في دم الكبش. وكان لا يخبر بأمر إلا ريء، وكان إذا وعد أحدا منا بمزية إلهية نالها كما وعده، وأنواع مكاشفاته عجب لا يوصف، وكان ذلك منه في البدء، وأما الآن فإنه على وجه الإشارة التي لا يفهمها إلا الفاهم النحرير الملازم البصير. انتهى الاستشهاد. وقال الشيخ ملعينين بن الشيخ محمد فاضل في كتابه نعت البدايات: لما قدمت مكة زادها الله شرفا، وجدت بها وليا من أولياء الله مثله في تلك البلاد لا يجهل، قالوا له عبد الرحمن أفندي، ومعنى أفندي الشيخ،
فتلقاني رحمه الله ورضي عنه وأرضاه بشيء من الترحيب والتبجيل لا يوصف، وأعطاني من الهدايا الحسنة ما لا مثل له، ويكفي من ذلك أن منها 12 قالة أي ذراعا من لباس الكعبة الشريفة. فتعجبت من ذلك غاية العجب. فلما تعجبت قال: يا فلان لا تعجب، إنما فعلت لك هذا لأمرين، أحدهما أن أباك الشيخ محمد فاضل المامين أرانيه رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ 5 أعوام، وأدعو الله كل يوم وليلة أن يأتيني بنفسه أو يأتيني بأحد من ذريته أو من تلامذته، وأعطاني أمارة شيخنا رضي الله عنه حرفا بحرف، حتى لم يدع له قامة ولا لونا ولا أمارة في بدنه إلا أعطانيها كما هي. وقد أنجب الشيخ محمد فاضل ب52 ولدا كما ذكر حفيده العلامة الطالب خيار المامين، وقال إنهم عقبوا كلهم إلا 12 ذكر أسماءهم. وفي رسالة الطالب محمد لمين والمحمد فاضل الشيخ محمد فاضل بن مامين حياته وآثاره: لقد أعطاه الله من البنين والبنات 100 ولد، 53 منهم من الرجال و47 من النساء، إلى أن قال: وقد أشار إلى عدد أبناء وبنات الشيخ حفيده الشيخ بننا والشيخ طالب خيار والشيخ ملعينين بقوله: أبناء شيخنا الكبير الفاضل غوث الأنام كافل الأرامل، ذكورهم نج من الآفات جميعها وزم للبنات. وكان إذا بلغ الصبي من بنيه 5 سنين يأمره بذكر الله تعالى ويدوم لهم على هذا الحال حتى يكون الذكر غريزة فيهم، ثم إنه يتخولهم بكلام الحكماء ويعظهم بالمواعظ الحسنة ويحثهم على مكارم الأخلاق والمروءة كما في الفتح المبين. وقد أخبر هو رضي الله عنه أنه كان ذات يوم يمشي وهو صغير لم يبلغ الحلم مع جده لأمه طالب أبو بكر، فأخذه وقبل رأسه وقال له: أبشرك يا بني بأن ذريتك كلهم صالحون ذكورها وإناثها. وأورث الشيخ محمد فاضل أبناءه خصاله الطيبة المذكورة، وسرى فيهم من صلاحه وفضله وعلمه وكرمه وطيب أخلاقه وحسن شيمه سر عظيم. ونظرا لضيق الوقت فسنريد في هذه الإطلالة مدائح لبعض أبنائه الأعلام، وكلهم أعلام وأقطاب والصالحون وأولياء. فمن أبناء الشيخ محمد فاضل قطب زمانه وفتى أقرانه الشيخ سعد أبيه، الذي يقول في خاتمة وسيلة المقاصد: أدعوك يا ربي بجاهه الوجيه أن تغفر الذي جنى سعد أبيه، واغفر ذنوب نسله ووالديه وزوجه وكل منتم إليه، وهب له الأمن مع الرضوان بجاه مدح سيد الأكوان، والفوز في الدارين بالإحسان وعند موته على الإيمان، وعندما يدفن بالغفران عناية بمحض الامتنان، ومع ذا يا خالق الأزمان عافية الزمان والمكان والخصبة للزمان والمكان أسأله بالمصطفى العدنان لنا وللأبناء والإخوان وكل من عرف بالإيمان. ويقول في مدحه الشيخ بابا وللشيخ سيدي محمد وللشيخ سيدية حين سلم مؤلفا من مؤلفاته: إن هذا التسليم يا ناظريه أحسن الشيخ فيه سعد أبيه، بان في نذره الصواب، وأما نظمه فالبيان قد بان فيه، حاسديه رويدكم قد تعبتم قصروا عن مداه يا حاسديه، من يكن من بني النبي انتسابا واتباعا فإنه من بنيه، وانتقاص تشبيه غير شبيه في العلا كلها بغير شبيه، ينتهي القول دون مبلغ حبر كامل الفخر في الورى منتهيه. ويقول في مدحه العلامة محمد فال ببها والمحمد لحم العاقل: مطلع الغرب لاح ويحك فيه، سعد خير مذ لاح سعد أبيه، سعد خير ينمى إلى كل سعد زاخر اليم أريحي نبيه، نال ما نال في صباه ولما يعد 10 مضت له من سنيه، قل لمن قال إن للغوث شبها أو نظيرا في قطرنا أرنيه. ومن أبناء الشيخ محمد فاضل كذلك قطب دهره ونابغة عصره الشيخ ملعينين، الذي يقول في مدحه أحمد والمحمد سالم: سرى طيف من يهوى فعاوده الجهل، وثار لمسراه الوساوس والخبل، فدعا كذا واذكر بلاء مشايخ بذكرهم سحب السعادة تنهل، فمدحهم غنم وحبهم هدى وخدمتهم زين وصحبتهم فضل، بعيشك روحني وشنف مسامعي بما استطعت من ذكر الذي هم له أهل، لقد ورثوا المختار من آل هاشم صلى الله عليه وسلم، لقد ورثوا المختار من آل هاشم ولا عجب في إرث والده النجل، هم القوم
من يشهد مجالسهم يفز، فثق بالأمان إن يصلك بهم حبل. ترى كل فدم جاهل لغباوة متى ينتسب يوما لعليائهم يعلو، ويفتح له ما كان من قبل مرتجا، ويصبح بهم والصعب من أمره سهل. ومن جاءهم مستكفيا ما أهمه يلاقيه ذم البشر والنائل الجزل، والتسريح مي البرء فداء قلبه وقالبه، والمر من حاله يحلو، وتنقاد منه النفس بعد إبائها، وتصمي أعاديه الأسنة والنبل، ويأمن في مسراه مما أخافه، وبعد خفاء تستبين له السبل. وفارقه ما يشتكي من رعونة، ودام له التقريب واتصل الوصل، وتلقاهم والبر والنسك والوفاء سجاياهم، والصفح والزهد والبذل، وإحياء قلب مات قدما من الهوى. شمائل قد كانت لآبائهم قبل، فقل للذي يسعى لشأوه متئد، فليس الجواد الصرف يشبهه البغل. ويقول في مدحه بالشعر الحساني الأديب الأريب محمد عبد الرحمن المبارك واليمين: رب العزة وساك بلاد فيها عدت البلاد تشيط، وعلى كل بلاد نورك باد، وعليك بحور النور تحيط، وانت بحر المحيط وقاد على بحر المحيط تحيط، ويسوي تسمع ذاك الحساد ويطصه والله ما هو يض. ويقول العلامة محمد العاقب الميابة ناظما مراتب التقوى من مجلس للشيخ ماء العيون: حضرت مجلس إمام النصحى ماء العيون بعد أن صلى الضحى، يحدث الناس بدين أحمد صلى الله عليه وسلم، وهو يقول جالسا في المسجد: إن التقى وهو أعز ما اكتسب ذو همة يأتي على 5 رتب. تقى يخلص من الخلود وهو اتقاء الشرك بالمعبود، وما يقي الدخول في الجحيم هو اتقاء الزلل العظيم، وما ينجي من عذاب المسلم في قبره هو اتقاء اللمم، وما ينجي من مصائب الدنا هو اتقاء الشبهات والخنا، وما به تستجلب الأفراح هو اتقاء بعض ما يباح. فملت مصغيا لما حكاه، وصافحت يديتي يداه، أعاده علي حتى استكمل حديثه كما حكاه أولا. ومن أبنائه الشيخ الحضرمي والشيخ محمد فاضل الذي يقول في مدحه: عابدين والعبد الودود، ما بال دمعك فوق خدك ينهمي، صح الذهاب ولونه كالعندم، أخيال من تهوى سرى لك موهنا، أم لاح ضوء البارق المتبسم، أم نشرها هبت به ريح الصبا، أهدت إليك أريجها بتنسم، أم شاقك التغريد من قمرية تنفك تذكر إلفها بترنم، إن الحسان إذا وعدنا بنولة أخلفنا ظن المستهام المغرم، كم من فتى سلكت به سبل الردى، أصمين كل مؤخر ومقدم، أمشاع ذكر الغوذ فاستحليته شيخ الشيوخ الفاطمي الحضرمي. ومن أبناء الشيخ محمد فاضل كذلك الشيخ محمد المامون مما علما العالم الأديب والشاعر الذي أخذ الطريقة عن والديه الشيخ محمد فاضل، أخذ العلم عن أخيه الشيخ ملعينين. قال عنه الشيخ النعمة: الشيخ محمد المامون كان بحرا في جميع العلوم، حافظا مستحضرا لجميع المعقول والمنقول من الرسوم، كامل أنواع الفتوة، معروفا بجميع المكارم والمروءة. ثم ساق الشيخ النعمة ما ذكره الشيخ ملعينين عن صاحب الترجمة في كتابه ضابط الإخوة والأخوات لمن لا يعرفهم من البنين والبنات، ونصه: ابنه محمد المامون ذاق في كل الفنون، وفي العبادة والكشف والمعارف أكثر أهل القرون، بل لا معاصر له يضاهيه، ولم تسمع الناس بمن يدانيه، بحر البحور الزاخرة الفائق لأهلها في كل الأوصاف الفاخرة، كان ممن قرأ علي ولم أر مثله فيما قبله ولا فيما لدي، بل أقر أهل عصره أنهم لم يروا مثله في دهره. انتهى الاستشهاد. والشيخ محمد المامون هو جد الولي الصالح الزاهد علي الشيخ ولو مما، الذي يقول في مدحه الأستاذ الشهيد محمد سالم ولتاه: ولا لما رحمة الله خلاق الأنفاس، ومصلي على الرسول نبراس الكون، السليم من لدناس في على الناس يوم التشلشيل، يفكنا بجاهم المغواس شورنا المغواس لها راس سبيل، ويفك شيخنا علي الشيخ من لباس، ويفك العيال ويفك القبيل، شيخنا علي الشيخ فراح نفاس قوات العيال تو التماطيل، كيس حق وجاي من الأكياس، فضله ما يحتاج للدليل، وشكره ما يحتاج للتحماس ولا حمان الأخلاق والتواكيل. شكر على الشيخ من ينقاس، ما فيه يكون شي زين للتحصيل، ما فيه خلاف، ما فيه تعكاس، ما فيه جحدان، ما فيه الاختيل، ما فيه تعقاد، ما فيه تلباس، مسبول مصقول معقول جزيل.
وفي الخلقات مصبوب بملاس ما فيه الحراش، ما فيه الثقيل، ولا هو محتاج يتحكم حاس الأفكار والجيرة والتغرتيل. شكرا على الشيخ معروف هين قولوا يا الناس ذمين عايين يجي سابق التخمام لين به اللي شكر زعيم مرجيل ولي من ولي حق ديين ماله في الناس الشيخ مذيل. وين واحد كيفته مد اليدين للضعف الثنتين مستحيل، وين واحد كيفته للمسكين، وين هو كيفته لابن السبيل، وين واحد كيفته تو منين تتعاي طمات ليتام بالويل، وين واحد كيفته في التسلطين، وين واحد كيفته في التطفيل. والله الشيخ ما يحتاج تبيين، بو الشيخ ممال جليل عين الولاية راية الدين في السر والحديث والتنزيل. واللي الشيخ قوات ضيافين العالم الفضيل النبيل محمد تقي الله وين هو حد كيفته خطيب التفضيل. واللي الشيخ فراح المحازين الفصال الجابر الضوليل محمد فاضل بالتخزين السر في القلوب بالتوصيل. الناس حب الولياء الزينين جدود على الشيخ بالتكميل، أباته كلها عين من عين وكلها حق فضيل من فضيل. وفاته توفي الشيخ محمد فاضل ليلة الجمعة 10 محرم سنة 86 200 وألف للهجرة، الموافق 69 800 وألف للميلاد. يقول الشيخ سعد أبيه في كتابه الخواتم: فلما حضرته الوفاة ليلة الجمعة ليلة عاشوراء التفت إلى أبنائه وقال لهم: مسجدكم وضيوفكم مرارا، فانظروا ما في هاتين الكلمتين من الحض على الدين والمروءة. ثم كرر الرفيق الأعلى مرارا، ثم اشتغل في سبحته فما راعهم إلا سقوطها من يده، فعلموا أنه قد مات لأنها لم تسقط من يده قبل ذلك. وأشار الشيخ ملعنين إلى وفاته بقوله: وقد توفي بوفرش النمي في ليل جمعة بي المحرم. وضريح الشيخ محمد فاضل بدار السلام، وفيها يقول الشيخ تراد وللعباس وللشيخ الحضرمي: بشراك يا قلب لدار السلام بدت، فنار آفات ما تخشاه قد خمدت، بها الإمام الذي تقضى مآربنا بجاهه، وبه حالاتنا حمدت، فما بذا القطر من أمسى يعارضه، وما سمعنا بأنثى مثله ولدت، كم عصبة بعد جهل كان يغمرها من نوره صدرت من بعد ما وردت، وكم قلوب به من خوفها أمنت، وكم جباه به لله قد سجدت. ونختم هذه الإطلالة ببائية سحنون عصره ودغفل دهره المختار والحامد، التي يمدح بها الشيخ سيداتي وللشيخ طالب بويا وللشيخ سعد بوه، وفيها يشير إلى كرامات وفضل بني مامين. أصابع العسل الصافي هم، فلهم معسول طبع يسوغ اللعق من ضربه، سيما تميزهم عنا تذكرنا بأن في الخمر معنى ليس في عنبه، لا تنكر العين ذاك الفضل عن رمد، ولا فم الوصب المصفور عن وصبه، ولا يكذب هذا بل يحققه من كان يعرف صدق القول من كذبه، إذ ليس يفضل في إدراكه نبه، ولو نقيرا وأدنى منه غير نبه، كرامة لبني مامين تصدر عن تقواهم وصدور الشيء عن سببه، في مشرق القطر قد شاعت ومغربه، في سهله وثناياه وفي هضبه، غيظ الحسود لها واهتز من طرب لها، صديقهم لا زال في طربه. ما في بني الطالب المختار جدهم إلا كريم يباري الغيث في سحبه، وكوكب يهتدى في المشكلات به، كالليل يهدي كما تختار من شهوبه، قبيلة وضع الله القبول لها في الشعب، مقترب منه ومقتربه، هذا ثناء عليهم لا أريد به من فضة الوقت تعويضا ولا ذهبه، وإنما دعوة أبغي بعافية إن الدعاء بها لا بأس في طلبه. راحم الله القطب الرباني والغوث الصمداني، من ظهرت بركاته شرقا وغربا، وشمائله في الناس عجما وعربا، الشيخ محمد فاضل والمامين، وتغمده فراديس الجنان، وبارك في عقبه إلى يوم الدين. مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة موريتانيا، إلى هنا نأتي وإياكم على ختام هذه الإطلالة، في نهايتها أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة، وهذه تحياتي وتحيات الزميلين محمد والحي وزهرة من دياه. دمتم في حفظ الله ورعايته. عبر التاريخ رجال معروفين بخصال، وعي وفكر ونضال، كفاح التباني صرح الحضارة شال، للمعنى الإنساني صرح الحضارة شال، للمعنى الإنساني. رجال عاشقوا التعلم،
إعداد وتقديم محمد الأمين أحمد دية. مونتاج والإخراج الزهرة متدية.